في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. اتكلمت الحلقة اللي فاتت عن أول بطولة لكأس العالم 1930، والنهاردة معادنا مع البطولة الثانية الأكثر تنظيما، وهي بطولة كأس العالم 1934 بإيطاليا. كأس العالم 34 بإيطاليا هي أول بطولة كأس عالم تكون لها تصفيات من 32 منتخب ويصعد بينهم 16. المنتخبات المشاركة في البطولة 16 منتخب، هم 12 منتخب من أوروبا: إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا والنمسا وأسبانيا والمجر وسويسرا والسويد وفرنسا وهولندا ورومانيا وبلجيكا. 2 من قارة أمريكا الجنوبية وهم البرازيل والأرجنتين، ومنتخب من أمريكا الشمالية وهي الولايات المتحدة. وأخيرا المنتخب الأفريقي والعربي الوحيد، مصر. حسونا صح يا مصر يا عم. تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم على حساب المنتخب الفلسطيني بعد الفوز عليه الماتش الأول اللي كان في ملعب الجيش البريطاني بالقاهرة بنتيجة 7-1 لمنتخب مصر. في ماتش العودة فازت مصر برضو 4-1. كأس العالم 34 هي أول بطولة يشارك فيها المنتخب المضيف في التصفيات وهو منتخب إيطاليا، ولعب ضد اليونان وفاز عليها في أول ماتش 4-0. في ماتش العودة انسحبت اليونان. كأس العالم 34 هي أول بطولة تتلعب في 8 مدن مختلفة عكس اللي كانت قبليها كانت في مدينة واحدة. برضه نظام البطولة اتغير عن البطولة اللي قبليها واللي كانت بنظام المجموعات وأصبحت بنظام خروج المغلوب، ولو حصل تعادل بيكون في وقت إضافي لمدة 30 دقيقة، ولو حصل تعادل تاني بيتعادل ماتش. البطولة دي كانت برعاية الدكتاتور موسوليني واللي كان بيحكم إيطاليا وقتها، واللي كانت أكبر دعاية وإعلان لحزبه الفاشي، واللي تحدى فيها السويد بتنظيمها بمساعدة الفيفا. تحديني؟ محدش يتحداني، البطولة بدأت من دور ال16 وكان احتكار من المنتخبات الأوروبية والفوز بيها. ماتش الافتتاح كان بين إيطاليا وأمريكا، واللعلم أمريكا صعدت البطولة دي غصبا عن الدنيا كلها بحكم كونها قوة عظمى على حساب المكسيك. راحت إيطاليا لأسعاها 7-1 في أول ماتش وخرجت. وفازت أسبانيا على البرازيل 3-1، والنمسا على فرنسا 3-2، وسويسرا على هولندا 3-2، وتشيكوسلوفاكيا على رومانيا 2-1، وألمانيا على بلجيكا 5-2، والسويد على الأرجنتين 3-2. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ لا عادي، ما هو ما كانش موجود ساعتها ميسي اللي اكتسح بعديها كأس العالم في وجوده. لماذا يعيش السمك في الماء؟ ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء؟ لماذا نحن هنا؟ ويجي واحد يقول لي امال ازاي مصر عملت بطولة مشرفة مع انها طلعت من اول ماتش؟ ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. طبعا اجاوب سيادتك. طبعا. الماتش كان في مدينة نابولي، وتقدم المنتخب المجري في الدقيقة 7. ولسه بنقول يا مسهل، راح التاني دخل في الدقيقة 18. يا دنيا ايه وراك شغيري ولا ايه؟ لغاية ما نجح اللاعب المصري عبد الرحمن فوزي وجاب الهدف الأول في الدقيقة 26. كمان واحدة والنبي يا ريس، كفاية بقى ده كمان واحد. وفعلا قبل نهاية الشوط الأول ب3 دقايق بيشوط من بره ال 18 وبيجيب هدف من أجمل أهداف البطولة، وبكده ينتهي الشوط الأول 2-2. ونروح للاستوديو التحليلي والزميل سيف زاهد. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ ايه الرقي ده؟ ايه العالميه ده؟ ايه يا جدعان في كده؟ في كده يا جدعان؟ انا عمري ما شفت كده. في الشوط الثاني وصل منتخبنا تفوقه بإحرازه الهدف الثالث عن طريق محمود مختار التتش، بس للأسف الحكم حسبه تسلل. انت خنزير، على طلع خنزير، طلع بالثلاثة خنزير ابن خنازير. ومن هنا سيطر الإحباط على منتخب مصر، واللي استغله المنتخب المجري وجاب الهدف الثالث في الدقيقة 54 وبعده الهدف الرابع، وينتهي المباراة 4-2. وكده كده ماتش السعودية مضمون. في دور الثمانية فازت المجر على النمسا 2-1، وألمانيا على السويد بنفس النتيجة، وتشيكوسلوفاكيا على سويسرا 3-2، وإيطاليا على أسبانيا 1-0 بعد تعادلهم في الماتش الأول 1-1. في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فاز منتخب ألمانيا على منتخب بطل كأس العالم 1934. وفي آخر الحلقة بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ومستني رأيكم بصراحة تامة في الكومنتات.